بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي وحبايبي المشتركين في قناة المستر سبورتس، عيد أضحى مبارك وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم جميعا، ينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية والستر والعمر المديد. جمهور قناة المستر سبورتس العريض في كافة أنحاء العالم وفي كافة أنحاء الوطن العربي ومصر، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من يوميات المستر سبورتس. النهاردة الحلقة بتاعتنا هنتكلم فيها عن مجموعة من النقاط الخاصة بلقاء سيد احمد سيد زيزو مع ابراهيم فايق. احمد سيد زيزو اللي وصل الى مدينة الانتاج الاعلامي في وقت متأخر جدا من وقفة او يوم وقفة عيد الاضحى المبارك، تحديدا يعني في عربية مجهولة، يعني مش معروف، مش في عربيته، يعني في عربية أحد الأصدقاء، وكان متخفي، وكان وصل للاستوديو في وقت متأخر جدا. يمكن الحلقة دي متصورة بعد 1 أو 2 بالليل، واتقابل مع إبراهيم فايق اللي تركي الشيخ صدره في مشهد انا من وجهة نظري ان هو اكبر من ابراهيم فايق هذا الاعلامي اللي بيضرب ويلاقي. يعني انا بصراحة انا بحترم ذكائه، يعني انا بحترم ذكاء ابراهيم فايق في ادارة شغله او في ادارة تقديمه للاعلام بشكل عام. ابراهيم فايق مذيع يعني او مقدم برامج ذكي، تمام، والظروف خدمته في ان هو يضرب ويلاقي. ابراهيم فايق يشوف يعني يشوف الموجة ماشية فين بيمشي معاها، ولما اول ما الموجة بتقلب تلاقيه مباشرة بيقابلها بالرد اللي هيترد عليه. يعني لو في مشكلة تخص احمد سيد زيزو بالنسبة للزمالك وهتعمل مشاكل مع الزمالك ومجلس ادارة الزمالك والقصص دي، تلاقيه في صف مجلس ادارة الزمالك اللي هو ازاي ومش ينفع وكذا وكذا. اول ما الامور بتتكشف ويبدأ زيزو يكاد يكون بنسبة 100% في النادي الاهلي، بيبدأ ابراهيم فايق يشتغل على وتر تاني، اللي هو احنا خلاص يعني هو في الاهلي، طب احنا بقى نشتغل على مجلس ادارة الاهلي وعلى ازاي هم قدروا ان هم ينجحوا في تكوين هذه الصفقة و طيب حصل لغط بقى في النص. يعني انا كنت ماشي مع الموجة دي وبعدين رجعت مع الموجة دي، وبعد طب ايه بقى في النص بقى ايه اللي يحصل؟ تلاقيه جايب حد متخفي وحد في عربية بقى، واخد بالك زي ما تكون انت ايه مباحث. لدرجة ان الناس اللي في الاستوديو لما ابراهيم فايق قال لهم احنا هنسجل حلقة الليلة دي، لغاية لما زيزو قعد على الكرسي قدام ابراهيم فايق ما كانش حد عارف مين اللي جاي. زيزو راح هذا اللقاء بعد مباراة او انتهاء مباراة الزمالك في الكاس اللي كانت مع بيراميدز. طبعا مباراة الزمالك في الكاس واللي حصل في مباراة الزمالك في الكاس، وحصل التعادل وحصل وقت اضافي وحصل ضربات جزاء، وشيكابالا عمال بيهرب من ضربة الجزاء الاخيرة. دخل مصطفى شلبي على اساس انه يسجل ويحتفل ومجهز لاحتفالات، ضيع مصطفى شلبي بشكل غريب جدا. اللي معرفش اصلا مصطفى شلبي ده، انا كاهلاوي مش عارف هو اصلا بيلعب كورة ليه اصلا، او ده يعني تم قبوله بناء على ايه في انه يبقى في فريق كبير زي الزمالك. بعديها رسيت على مصطفى فتحي برضو ضيع، وبعد كده جه ناصر منسي المفروض ان هو هيشوط ويخلص والزمالك يحتفل، لان بيراميدز اللي كان بادئ بالشوط شاط ناصر منسي وضيع. الولد المحترم الغلبان، انا بسميه العيل الطيب ناصر منسي ده، ولذلك ربنا بيكرمه يعني. ويهرب شيكابالا مش عايز يشوط لغايه لما بقى خلاص، يعني هنا 10 شاطوا وهنا 10 هيشوطوا، اخرهم شيكابالا. دخل شيكابالا وفاز الزمالك، وكان من المفترض ان عقد زيزو بينتهي مع نادي الزمالك. ده سبب تقديم الحلقه.
بينتهي مع نادي الزمالك بصفارة نهاية مباراة الزمالك في كاس مصر، لأن مباراة الزمالك مع بيراميدز في كاس مصر ده بتعلن عن نهاية الدوري. يبقى كأن نهاية الموسم كده، خلص الموسم الرياضي في مصر بصافرة نهاية مباراة نهائي الكاس، وبناء عليه خلص الكاس من هنا والزمالك فاز، وزيزو راح في العربية الغريبة او اللي مش معروفة او المجهولة دي، مع ناس مجهولين في وقت متأخر جدا لابراهيم فايق عشان يعمل حلقة على جزئين. تم إذاعة جزء منها النهاردة والجزء الثاني بكرة، وشفنا تفاصيل كتيرة جدا جدا في لقاء زيزو مع إبراهيم فايق. زيزو اتكلم مع إبراهيم فايق. بصراحة أنا عن نفسي كأهلاوي أنا كنت متفاجئ جدا بكلام الولد ثابت جدا في الكلام، الولد عنده صدق في كلامه، الولد وضح قد ايه هو كان عنده استعداد انه يضحي وانه يكون موجود في الزمالك، ولكن الزمالك مش كان يعني مش كان بيسعى لكده. قعد زيزو مع ابراهيم فايق وخلصوا جزء كبير من الكلام، وهيكمل النهارده ان شاء الله. نعمل لحضراتكم حلقه عن اهم التصريحات اللي قالها زيزو في هذه المباراه. كان معكم المستر من قناه المستر سبورتس، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.